نصر الدين الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الدين هو فعل ما أمر الله تعالى به، كل واحد منا مطلوب منه نصر الدين، وهذا ما أشار إليه ابن القيم في قوله هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان. يعني ما هو فرض، ليس فرضا يعني إذا قام به البعض، إذا نصر الدين جماعة ما طلب نصر الدين من البقية، بل نصر الدين ينبغي أن يكون من الجميع. فما هو النصر الذي يجب على الجميع؟ هو أن يمتثل الإنسان أمر الله وأن يترك ما نهى عنه. هذا هو النصر المأمور به، إن تنصروا الله ينصركم. فعلى هذا يكون نصر الدين ليس أمرا محدودا بعدد أو مقصورا على فئة، بل هو مطلوب من الجميع. ونصر الدين كل من قام بطاعة فقد نصر دينه ونصر الله جل وعلا. الذي يلتزم الصلاة هذا نصر الله، الذي يصلح قلبه ويبعده عن الرياء والعجب والحقد والحسد والكبر هذا نصر الدين، الذي يجاهد نفسه للقيام بما أمر الله تعالى به من إعطاء الزكاة والصوم وأداء الحقوق للخلق هذا نصر الدين. فنصر الدين مفهوم واسع، منه ما هو واجب فرض على الأعيان، ومنه ما يكون فرضا كفائيا أي يجب في حالات معينة، مثل قوله جل وعلا إن تنصروا الله في قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هنا جعل النصر واجبا على المجموع لا على الأفراد بشروط وقيود معينة. لكن النصر الذي يتعلق بالنصر العام هذا مطلوب من كل أحد، وذلك بأن يقيم أمر الله في نفسه، وأن يجتنب ما نهى الله تعالى عنه في نفسه، وأن يقيمه حسب استطاعته في غيره. ولذلك أبيات ابن القيم تبين هذا المعنى وتوضحه. يقول هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان بيد وإما باللسان، فذكر اليد واللسان فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجناني. فذكر التوجه أي هذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من استطاع منكم أن يغير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالدعاء من وسائل النصر التي تطلب من المؤمن لدفع ما يكرهه الله تعالى وإقامة ما يحبه. أما إذا غابت هذه المراتب فهذا معناه أنه قد وقع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لذلك يقول ابن القيم ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان، أي أنه بعد هذا ينتهي كل ما يتعلق بنصر الدين وتحقيق الإيمان المطلوب. إذن نصر الدين معناه إقامة شريعة الله عز وجل حسب الطاقة والاستطاعة في النفس ابتداء، لأنك أنت أصلا مطلوب منك أن تقيم شرع الله في نفسك وفي من حولك على حسب استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم.